درجات حرارة قياسية شهدها موسم الحج هذا العام نجم عنها وفاة العشرات غالبيتهم من الجنسية المصرية. دبلوماسي عربي أكد لوكالة فرانس بريس أن عدد الوفيات في صفوف الحجاج المصريين ارتفع إلى 600 على الأقل. لم تؤكد مصر من جانبها صحة هذه الأرقام، فيما ذكر بيان الخارجية المصرية بأن أجهزة الوزارة تنسق مع السلطات السعودية لمتابعة عمليات البحث عن المفقودين وما تواتر عن وقوع أعداد من الوفيات. من جانبها عقبت وزارة الداخلية المصرية في وقت سابق على أحد مقاطع الفيديو المتداولة لوفاة بعض الحجاج بأنهم ليسوا مسجلين ضمن المنظومة الخاصة بالبوابة المصرية الموحدة للحج. وأكدت بعثات مصر القنصلية في السعودية جهودها لتقديم الخدمات للحجاج المصريين وتسهيل إجراءات دفن المتوفين والبحث عن المفقودين. كانت وزارة الصحة السعودية أعلنت تسجيل حالات إصابة بالإجهاد الحراري، لكنها لم تعطي أي معلومات دقيقة عن الوفيات. وصلنا أكثر من 2700 حاج يعانون من أمراض الحرارة فقط، وفي مجمل الخدمات الصحية التي تم تقديمها خلال موسم الحج هذا فقد قمنا بخدمة أكثر من 140 ألف مريض في المستشفيات والمراكز المختلفة. ويقول علماء المناخ إن هذه الوفيات تقدم لمحة عما ينتظر عشرات الملايين من المسلمين الذين سيؤدون فريضة الحج في العقود المقبلة. يجب علينا أن نقوم بعمل ما لوقف ارتفاع درجات حرارة الأرض عند 1.5 درجة مئوية، وفي أي شيء أبعد من ذلك فإننا نعرض هؤلاء الحجاج لخطر الموت. منذ عام 2016 طبقت السعودية استراتيجية للتعامل مع الحرارة وتحسين قدرات الرعاية الصحية، لكن التغير المناخي يؤثر على هذه الجهود.